لو لسه بتعملي سمك الماكريل بطريقتك القديمة اوعدك انك بعد ما تشوفي الفيديو ده مش هتعملي الا بالطريقة دي. طريقة جميلة جدا والنتيجة بتاعتها بجد هتعجبك. قبل ما نعرف ايه هي الطريقة نسمي الله كده ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولايك وشير كده وكومنت جميل زيك عشان بجد يعني انتم مقصرين جامد. نسمي الله بقى ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وندخل في الطريقة بتاعتنا. لو عندك هون زي ده تمام، لو ما عندكيش الخطوه دي اعمليها في الكبه. هتنزلي في الهون براس توم كده تكون متوسطه، نص قرن فلفل حامي ونص قرن فلفل بارد، والبهارات بتاعتي معلقه كبيره من الملح والبابريكا والكزبره والكمون ونص معلقه من الفلفل الاسمر. ودقي بقى واطحني البهارات دي كويس جدا لحد ما تبقى زي المعجون معاكي بالشكل ده كده. بوله بقى او طبق وانزلي بالدقه اللي احنا دقناها دي وعليها 3 معالق كبار هرميين من هريسه الفلفل الحلو. ولو بتحبي الحاجه سبايسي اضيفي عليها قرن فلفل سبايسي. كمان معلقه كبيره من الخل وحوالي ربع كوبايه من الليمون، يعني حوالي كده عصير ليمونتين كبار. السمك بيحب الليمون. اضربيها بقى بالهاند بلندر او في الخلاط، اهم حاجه ان انا عاوزه التتبيله بتاعتي دي تنعم كويس جدا. بعد كده هخف فيها بكوبايه من الميه وانا دوبتها مكان ما دقيت الدقه بتاعتي. وبقت معايا بالشكل ده كده. زي ما قلت لكم انا معايا سمك ماكريل متنضف ومغسول ومنقوع كويس جدا في ميه وملح وليمون، وكتري كده الليمون وعصير الليمون في النقع. السمك عموما بيحب الليمون. بعد كده بقى شطفته كويس جدا بعد ما نقعته، وهاتيه بقى وتبليه بالتتبيله بتاعتنا دي بالشكل ده كده. هتبل كل كميه السمك اللي عندي بنفس الطريقه. همسك قطعه قطعه كده وهتبلها بالتتبيله اللي انا عملتها. التتبيله دي جميله قوي وكمان الطريقه دي جميله جدا هتعجبكم. انا تبلت كل قطع السمك بتاعتي بالشكل ده كده، هركنها بقى على جنب وهسيبها ايه تتنقع في التتبيله دي شويه. بعد كده بقى بولة أو طبق هتنزلي فيها ببصلاية كبيرة متقطعة صغير، معلقة كبيرة من التوم المفروم الناعم، كمان جزرية كبيرة مفرومة، وقرن فلفل كده أخضر على أصفر الموجود عندك برضو متقطع صغير. هنزل بنفس البهارات اللي تبلت بيها السمك، بس خدي بالك ان السمك بتاعنا متملح وكمان متبهر، يعني هنزل برشه كده حوالي ربع معلقه من كل حاجه. ملح وكزبره وكمون وكمان بابريكا. وهدعك بقى الخضار بتاعي ده كده وهتبله كويس. بعد كده هرفع طاسه على النار فيها معلقتين اتنين كبار من الزيت، وهنزل بالخضار بتاعي ده كده. انا يا دوب عاوزه الخضار بتاعي يدبل، مجرد ان انا اشم ريحه التوم والبصل كده طلعت. هنزل بكمان طماطميه كبيره متقطعه صغير. يا دوب الطماطميه بتاعتي تدبل هنزل بالخضار وهسيبه كده يعني يرتاح شويه ايه عشان درجه الحراره بتاعته تهدى. في الاخر خالص معايا كوبايه من الخضره المشكله. هقلبها مع التتبيله بتاعتي. هي هتدبل من درجه الحراره اللي موجوده في الخضار. هجيب بقى السمك بتاعي وصاج مش مدهون اي حاجه. لو حابه تفردي تحته فرشه خضار براحتك، مش حابه برضو براحتك، ده حاجه ترجع لك انت. اهم حاجه ان الصاج بتاعي هرص فيه قطع السمك بتاعتي بالشكل ده كده. وهاخد بقى التتبيله اللي احنا عملناها على البوتاجاز، وهحط على كل قطعه من قطع السمك بتاعتي معلقه كبيره كده من الخلطه. في التوقيت ده كده انا مشغله الفرن علشان يسخن على الاقل قبل ما تدخلي السمك ب10 دقايق. درجه حراره متوسطه على الرف اللي تحت، مش هشغل الشوايه خالص. لو احتجت الشوايه في الاخر هشغلها. هو الصاج السمك بتاعي ده بالظبط اخد 35 دقيقه. السمك بتاعنا في الفرن، تعالوا بقى نعمل شوية رز. ترفعي حلة على النار هتنزلي فيها بأي مادة دهنية موجودة عندك. بعد كده هتنزلي بكوباية من الرز، افضلي قلبي بقى فيها لحد ما تاخد اللون الأحمر ده كده. بعد كده عندي 5 كوبايات من الرز مغسول ومنقوع ومصفي كويس جدا من المية. هنزل بيهم. ظبطي الملح عندك بقى حسب الرغبة. شوحي الرز ده كده مع الملح والمادة الدهنية بتاعتك. وبعد كده انزلي بالمية المغلية. سيبيه على نار عالية لحد ما يتشرب كل السوائل اللي فيه. وبعد كده هتهدي النار وتسيبي لحد ما يستوي معاكي تسوية كاملة. الرز استوى معانا ومفلفل وجميل بالشكل ده كده، وكمان صينية السمك خرجت من الفرن ريحتها وشكلها تحفة معاكي بالشكل ده كده. مستنياكم بقى تجربوه وتقولوا ايه رأيكم، بجد جميل جدا هيعجبكم. طريقة سهلة وبسيطة وكمان طعم مختلف شوية عن السمك اللي متعودين عليه. يا ريت تقولوا رأيكم في الكومنتات، وقبل أي حاجة طبعا ما ننساش نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.